حابب ان الخبر ده يتقال عندنا هنا في البرنامج عشان نفرح معاكي. قولي للناس ايه الخبر السعيد اللي عندك النهارده؟ خبري السعيد هو ان انا تم بمشيئة رب العالمين كتب كتابي على السيد حسام حبيب. الله، الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك انت اللي مش اللي عامل مش عارف. لا، ما انا لازم اعمل مش عارف. يا حبيبي اعلامي عبقري، اعلامي كبير طبعا. فانا يعني بتعلم منك، وعايزه اقول للناس ادعوا لي عشان انا ما اقدرش اعيش من غير دعواتكم ليا ورضاكم عليا. كتبتوا الكتاب امتى يا شيرين؟ كتبناه امبارح الساعة 9 بالليل بحضور أقرب الناس المقربين جدا لينا، إخواتنا، وأنا بطمن الناس عليا. وكمان عايزة أستغل فرصة كبيرة جدا يا أستاذ عمرو وأقول إني أنا بعتذر لحسام عن كلام صدر مني في يوم من الأيام. شوف، أنا النهاردة عايزة أقفل صفحة حياتي الخاصة مع الناس، لأني الحقيقة أنا كنت السبب في إن الحياة دي اتفتحت عليهم، فتحت لهم، والحقيقة الناس اتشغلوا بيا وسط مشاكلهم الكتير قوي. فأنا عايزة أطمنهم عليا وأقول لهم إن أنا في عصمة راجل طيب جدا وحبيب من البداية. ولو كنت طلعت في يوم من الأيام قلت كلام عنه كان هو مزعلني منه، أو كلام ده شيطان بيحصل بين أي اتنين متجوزين، وإحنا كان معمول لنا حاجة كبيرة قوي قوي، وإحنا كنا ضحية حاجة كبيرة قوي قوي، والحمد لله ربنا فكها بسلام. تقصدي عمل يعني أو حاجات كده؟ بص الكلام دوت أنا ما أقدرش يعني أتكلم فيه، بس يعني حاجة شبه كده يا أستاذ عمرو، لأني أنا أصغر من إني أتكلم في الحاجات دي، لأن أنا ما بفهمهاش، بس هي ذكرت في القرآن وإحنا مش معصومين من الغلط. طب أنا غلطت لما طلعت اتكلمت كده بصوت عالي، بس أنا شيرين اللي هي تربيتكم، اللي هي طالعة من كل بيت مصري. أنا غلطانة طبعا في إني أنا عملت ده في العلن، بس الحقيقة كل حاجة كانت في العلن يا أستاذ عمرو. أنا زعلي كان في العلن، وحبي كان في العلن، وكتب كتابي الأولاني كان في العلن، وكل حياتي هتبقى في العلن. أنا ما استاهلش إن أنا أعيش في ضلمة أو أعيش خايفة عشان أي حاجة.